بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. سفر نحوم عدد 1:7. رسالة النهاردة من أبونا فلتأوس، شفيع المستحيلات والأمور الصعبة. جاي برسالة حلوة بيطمنك، بيقولك اطمن يا اخويا، حياتك كلها ربك هيغيرها بقدرته وقوته. اللي جاي هيبقى أجمل وأحلى مليون مرة من كل اللي فات. اطمن، ده ربك صالح جدا وعنده خطة عظيمة وجميلة ليك. خطته ليك يا اخويا انك تكون فرحان ومبسوط وعايش في سلام. ايوه، ما تقلقش، صدق الهك صالح جدا، ومهما كان حالك هيغيره وهيتدخل فيه. حتى لو انت شايف ان الوقت خلاص فات وراح الميعاد، وشايف ان كل مدى الحال عمال يتصعب وما بقاش في حاجة ليها حل، لا، اطمن يا اخويا، إلهك جنبك وساندك وعنده أعجب حل ليك. الحل اللي فوق تفكيرك وإدراكك، الحل اللي هيبقى عبارة عن معجزة يسوع الحنين هيفاجئك بيها. مش بقولك إن ربك صالح، هو الحصن المنيع اللي لو اتكلت عليه هتبقى محمي وهتبقى كل حاجة عندك تمام. هينجيك، ما تخافش، هو عارف كويس مين اللي متكل عليه، وأبدا ما يغزله ولا يسمح بوقوعه. ربك صالح وبيرتب ظروفك كلها، بيرتب كل خطويك، وهيحط في سكتك كل الخير والنجاح والبركة، وكل كمان اللي يسندك ويقويك. مش هيسيبك. اطمن، اتقوى كده وارفع راسك. ليه بتبص تحت رجليك على الهموم والأحزان والمشاكل الكتير؟ ارفع راسك وخلي عينك على حبيبك فديك ومنجيك اللي لا يمكن يسمح أبدا بهلاكك. ارفع راسك ليه وكلمه، قوله يا رب أنا واثق فيه، أنا مليش ولا سند ولا معين إلا أنت. أنا متأكد يا إلهي إنك قادر على كل حاجة، حتى لو كل حاجة خرجت عن سيطرتي هي تحت سيطرتك انت اللي قادر على كل حاجة. زي ما في يوم يا رب شقيت البحر وعملت لولادك في قلبه طريق يمشوا فيه، ولا حاجة أثرت فيهم ولا اتأذوا ولا سوء قرب حتى منهم، أنا كمان يا رب واثق إنك هتشقلي طريق في قلب طريقي المقفول قدامي، هتشقلي طريق في أحزاني ومشاكلي والضيقة اللي أنا فيها. هتخلق ليا الطريق لأنك المخلص والفادي، انت يا رب اللي متكل عليه. واتأكد يا أخويا إن أبوك السماوي هيوري لك ويأكد لك إنه سمعك وكل حاجة عنده محسوبة، وإنه هيتدخل في كل أمورك. اطمن، ربك هيطمنك ويريح قلبك، ده كل وعوده ثابتة أبدا ما تتغير. هيحقق ليك الحلم اللي نفسك فيه، هيحل ليك المشكلة اللي مش لاقيلها أي حل، هيوصلك لهدفك اللي نفسك توصله وهيبقى حقيقة. هيدبر حياتك كلها، هيستجيب، ده أكيد. ما انت في رعايته وشغله الشاغل وكل اهتمامه، وهو صالح قوي وحصن لكل أولاده اللي بيتحاموا فيه. ربك جاي النهاردة بيقولك ما تخافش، بيقولك ما تقلقش، بيقولك اتحامى فيا، ده أنا الحصن المنيع اللي وانت في حضني لا يمكن أي شيء يقرب منك.
انت عارف يعني ايه الحصن يا اخويا؟ يعني المكان العالي قوي اللي من ارتفاعه الناس بتستخبى فيه وبيبقوا محميين ومحدش يقدر من أساس يوصل لهم. انت كمان ربك هو حصنك، هو اللي حميك، هو اللي محوط عليك ومسيج بعنايته وحمايته، ومفيش أي شيء في الكون يقدر يوصل ليك ولا يمسك حتى بأي سوء ولا أذى. بس كل اللي عليك إنك تثق فيه مهما كنت شايف خطر، مهما كنت عايش في إحباط ويأس، مهما كان الحال امسك فيه واتكل عليه من قلبك، وهو أكيد هيبقى حصنك. هو عارف كويس كل المتوكلين عليه وبيدافع دايما عنهم، زي ما دافع كده عن كل اللي كان متكل عليه من التلات فتية، من دانيال، من يوسف، من أيوب، من موسى، كل أولاده نصرهم ورفعهم وعلاهم ونجاهم من أصعب الأوقات اللي كانوا هم بيمروا بيها. انت كمان يا اخويا مستني ايه؟ يلا اوام اجري على حصنك المنيع، كلم ربك وإلهك واستخبى فيه، التجئ إليه وحده وانت هتشوف العجب. روح له، يلا يا اخويا وقول له انا ضعيف يا رب قويني، يا رب اسندني واسترني ونجيني، يا رب ده انا كل عيوب ومليان بالخطية توبني. اتأكد انه سمعك وهياخد بايديك من كل اللي انت فيه، هياخد بايديك من كل حاجة بتعاني منها، وهيرفعك وينجيك ويغير حالتك كلها وحالك، وهيوصلك للأمان والراحة اللي انت بتتمناهم من زمان. ما ربك آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بركة، أفراح، نجاح، بشفاعة أم المعونة الحنونة العذراء مريم، كلية الطهر، سفينة النجاة، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء والقديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة أبونا فلتأوس شفيع المستحيلات اللي دايما بيفرح كل اللي يطلبه ويتشفع بيه ويقوله شفاعتك يا أبونا فلتأوس لازم أوام يفرحوا. وبشفاعة الراجل الجدع قوي أبونا مينا عبود اللي دايما بيفرح أولاده اللي بيطلبوه، قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب.